السلام عليكم. hoş geldin. السلام عليكم. محتاجين نربي بناتنا على إنهم يكونوا سيدات. يعني البنت دلوقتي في السوشيال ميديا وبتسمع الدعاء بيقولوا إنك سيدة عظيمة، وإنك عليكي مسؤولية كبيرة جدا، وإن انتي في يوم ما تربي ولاد وتجيبي ولاد وتكوني شريكة في الدعوة وتعلمي ولاد وهكذا. فالبنت بتشيل في نفسها انها بقى قوية بقى، وبإذن الله هتجيب ولاد وتربيهم وهكذا. محتاجين في البيت بقى ما ينفعش يبقى ديننا بيقول ان البنت دي ملكة ولازم تتعلم وتكون سيدة عظيمة اللي عشان تقيم بيتها على طاعة ربنا وتنشئ أبناء رجال صح. ما ينفعش احنا بقى ديننا يكون بيقول كده واحنا بنعامل البنت دي على انها ولا اي حاجة. بتروح مدرستها ماشي، ملهاش لو قالت كلمة تتضرب عليها او ملهاش رأي او هكذا. لكن محتاجين وعي وضبط لبعض الامور. محتاجين اننا نعلم بنتنا انها عادي تقول رأيها، انها مهمة، انها لها قيمة في البيت، لانها لو ملهاش قيمة في البيت انا ماليش قيمة في البيت يعني اللي برا يعملوا لي. محتاجين نصنع لهم قيمتهم في انهم يتعلموا الدين ويشاركوا رأيهم ويتكلموا وتسألك وتجاوبيها كوالدتها. محتاجين نخلوهم يعبروا عن مشاعرهم، مش كل حاجة لا يا بنت لا كذا لا. اقصد ايه في الفيديو؟ ان الدين كرم المرأة، فواجبك كأب وأم إنكوا كمان تكرموا بنتكوا. يعني ما تكسفوهاش كل شوية، خلوها تعبر عن رأيها وتتكلم في أمور البيت، شيلوها مسؤولية بسيطة كده تحس بقيمتها ساعتها. لأن لازم نعين بناتنا إنهم يطبقوا الدين بيقول إن البنت ملكة وأميرة، وإحنا بنعمل عكس كده. فهي لازم نعمل بالدين. ربنا بيقول ومن ينشأ في الحلي، فاحنا محتاجين ننشئ بناتنا زي ما ربنا أمرنا، إننا نخلي لهم رأي، نصنع لهم قيمة في البيت، نشاركهم رأينا، نشاركهم مثلا حاجة عاوزين نعملوها ناخد رأيهم وهكذا. فاهمين الحكمة يعني؟ فاهمين أقصد المثال اللي أنا بقوله لكم؟ ومحتاجين نعلمهم برضو لأن بصوا احنا من البداية محتاجين نبدأ مع البنت من وهي صغيرة إنها سيدة ومسؤولة ومهمة وهتنشئ بيت يوما ما. مينفعش في لحظة واحدة كده انت بقيتي كبيرة ومسؤولة، لأ، بتيجي تدريجيا من البداية. انتي مهمة مسؤولة، عندك مسؤولية، عندك دين محتاجة تحافظي عليه، عندك حياء محتاجة تحافظي عليه، عندك نفسك محتاجة تحافظي عليها وهكذا. مينفعش أول مثلا ما تبقى عندك 15 سنة لا ومش لا. احنا محتاجين من البداية من وهي صغيرة نعرفها واجباتها والمفروض هي تعمله. ليه؟ تدريجيا، او مقولش التقل على بنتك المسؤولية، لا تدريجيا البنت هتتعود انها لا البس حجابي، انا بحب الحجاب، لا لازم احافظ على نفسي، يكون عندي حياء وهكذا. تدريجيا البنت هتتعود انها تعمل بالدين، مش على طول كده لما تبقى عندها 15 سنة انت ملزومة بكذا، لا، بتيجي واحدة واحدة من الصغر. من شاب على شيء شاب عليه. يعني انا بقول دايما من البداية الحياء ما بيجيش كده وخلاص. الحياء بيتربى في البنت من صغرها. لو البنت وهي صغيرة مثلا مش ما فيش حياء، تلبس اللي هي عاوزاه، ما بتتكسفش، واهلها عودوها على كده، هتفضل طول عمرها كده. لكن لو في حياء من البداية بيتربى مع البنت تدريجيا، فلما بتكبر وبتبلغ بتحافظ عليه وبيكون خط أحمر عندها. أتمنى تكون يعني الرسالة أو النصيحة وصلتكم. يعني معرفش أحسنت في إني أوصلها ولا لأ، ولكن إن شاء الله توصل بإذن الله. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني، والسلام عليكم.